بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحكاية بالبلدي. كنا من فترة كده قريبة اتكلمنا عن موضوع الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، وإن هو كان طلق الإعلامية بوسي شلبي وولاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز اللي هو محمد وكريم رفعوا قضية إن والدهم مطلق بوسي شلبي. الموضوع كان اتحول لنيابة 6 أكتوبر عشان خاطر يتأكدوا إن هو كان مطلقها فعلا ولا لأ. هو الموضوع إن ولاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز إذا كان مع كريم والّا محمد، كان معاهم حكم محكمة إن والدهم مطلّق بوسي شلبي بعد الزواج بشهر ونُص، يعني في سنة 1998. إنما الورق لمّا راح نيابة 6 أكتوبر والأوراق الشخصية يعني زي الباسبور والبطاقة بتاعة بوسي شلبي، لمّا راحوا للنيابة بتاعة 6 أكتوبر اتضح إن الأوراق سليمة، وإن هو اللي هي مراته فعلًا، وتبقى تعتبر كده أرملته، وهو كان طلّقها وكان ردّها، والحكم للناس طبعًا لإن النيابة أصدرت حكمها وقالت إن هو ردّها فعلًا، ما يعني كان طلّقها وردّها. إنما الناس والجمهور هم اللي ليهم الرأي، لإن الموضوع عمل ضجة فعلًا على الميديا، وإحنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده على الميديا. و... وناس كتيرة كانت اتكلمت على الموضوع لأن الموضوع عمل ضجة. هو فعلا كان طلقها وإنما كان ردها. يعني لما جه توفى الفنان الكبير محمود عبد العزيز، تعتبر فعلا بوسي شلبي كانت زوجته. يعني هي فعلا أرملة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وأوراقها الشخصية تعتبر سليمة. وده اللي قالته نيابة 6 أكتوبر والقضاء المصري. طبعا الناس في الشارع والجمهور، الفنان اصل الفنان محمود عبد العزيز فنان كبير، والجمهور طبعا كتير بيحبه. في ناس متعاطفه مع بوسي شلبي، وفي ناس متعاطفه مع ولاد الفنان الكبير محمود عبد العزيز اذا كان كريم ولا محمد. ويعني في ناس في صف محمد وكريم، وفي ناس في صف بوسي شلبي. بس عشان احنا كنا اتكلمنا على الموضوع قبل كده، وكنا قلنا اللي هو طلقها، فهو فعلا كان طلقها ولكن كان ردها بعد ذلك. ودي انتهت حلقتنا، وشكرا على المتابعة، ويا ريت الاشتراك في القناة، وتشوفوا حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية، وشكرا.